الجمال مش بس وشوش، الجمال رقة إحساس ووجه بشوش. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال. ولسه مكملين كلامنا ازاي نخلي حياتنا اجمل مع اميرة صابر، مدربة المهارات الحياتية المعتمدة من الجامعة الامريكية. بنتكلم عن الحب، ويمكن واحنا بنتكلم عن الحب احنا الاتنين مبتسمين اكيد يعني ده حب والحب بمعناه الصغير قوي ممكن يبان في ابتسامة، ممكن يبان بطبطبتك على حد بس ما تعرفوش، بس حسيت في وقت من الاوقات ان هو محتاج ده منك، بانك بدل ما تشتم ما تسكت، بانك يعني حاجات صغيرة جدا بتعدي علينا كل يوم. اقولك على حاجة، كام مرة كلتي اكل وكام مرة منهم فاكراها كويس؟ الاكل يمكن ما كانتش مسألة ان هو مطبوخ حلو قد ان هو مطبوخ بحب. يمكن الام لما بجد في يوم من الايام بتبقى رايقة جدا، انا مجربة ده قوي، وبتبقى بتطبخ بمفهوم انه يعني انا باكلكم، مش ان انا لازم اطبخ مثلا، بيبقى الاكل طعمه حاجة مختلفة خالص. زيها زي مثلا طالب بيذاكر بس علشان يمتحن في الاخر، وطالب بارع ومكمل سكة ريسيرش في حاجة مش هياخد عليها درجات بس بيحبها. بس عادة دول ما بينجحوش وبيجيبوش علامات عالية على فكرة ولا تقديرات عالية. ده كطالب يعني، بس بينجح في حياته قوي. منهم مين؟ منهم كتير، منهم مثلا اينشتاين. نقول اينشتاين اللي كانت المدرسة بتاعته بتقرعه كل شوية على انه طالب فاشل، واينشتاين كان طالب فاشل بالفعل في اغلب مراحله. مايكل جوردن اللي هو اشهر لاعب سلة في العالم، كانوا بيقولوا له يعني انت مالكش فيها. قولي لي سبب يدفع بني ادم يحاول في حاجة 9999 مرة. مين اللي كان بيحاول؟ ده اديسون عشان في الاخر علينا نورنا الدنيا دي كلها. ايه الحب ده؟ ايه الحاجة اللي بتتعمل بحب فبتخليك 9999 مرة بتحاول، بس انت شايف الموضوع بوجهة نظر تانية خالص؟ هو اديسون عمل ايه لما سألوه انت يعني ايه انت كنت بتعمل كده ليه؟ قال لهم انا عرفت 999 طريقة ما اعملش بيها الحاجة دي، مش عملت بيها الحاجة دي وفشلت. دايما حتى في مفهوم الطاقة الإيجابية واحنا بننهي نفسنا عن فعل معين ما نقولش لنفسنا ما تعمليهوش. يعني مثلا خلاص مش هدخن، انا خلاص من النهاردة بطلت خالص تضيع وقت، مش هضيع وقتي. لا، هي اوعى تقولي الرسالة لمخك بمش او لا، لانه اصلا المخ بيحذف الحاجات دي، وتفضل الرسالة اللي بالكلام الإيجابي اللي هي هدخن. بالظبط ده اللي بيحصل. فهي ما بتتفهمش كده. بتتفهم ازاي؟ التدخين ده هيسبب لي مشاكل صحية كبيرة جدا، هيخلي نفسيتي اوحش. انت بتبروز الحاجات الوحشة بطريقة مخك يفهمها. يمكن لو لاحظنا القرآن اغلبه ايه؟ تلته قصص. ليه القصة وليه الحكاية؟ يمكن علشان احنا بنحب نسمع قصة او نشوف صورة تغصب مخنا، بيفكر اكتر واحسن واكفأ بكتير لما بيفكر بالصورة وبالحكاية. علشان كده عايز تقنع نفسك بحاجة، احكي لها حكاية فعلا، وحط دايما اللي هو تتابع الاحداث لما هتحصل. انت شايف النتيجة قدامك عاملة ازاي؟ مفيش حد نجح غير وهو شايف هيبقى فين في المكان ده في مخيلته، وده في عقله الباطن هو الدافع اللي طول الوقت بيحركه ناحية الحب وناحية النجاح وناحية السعادة. احكي لنفسك حكاية، حس نفسك على مسرح وفي ناس بتشوفك، عايزهم يشوفوك ازاي؟ تبقى في اروع صورك. بيبان الحب ده في حاجات كتير قوي. بيبان زي ما حكينا مثلا في طبخة، ممكن يبان في ابتسامة، ممكن يبان في طبطبة، ممكن يبان في حاجة انت بدل ما تضيع وقت فيها كنت بتعملها للناس في هدية. كام مرة جات لك هدية غالية جدا بس كانت بالنسبة لك سخيفة ما تناسبش مثلا ميولي؟ بشكرك يا أميرة. اشكرك جدا يا لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال.